بطولة عالمية في قلب العاصمة الجديدة، ومصر بترجع تهتم بهويتها من تاني ومن أول وجديد. النهاردة يا صديقي العزيز العاصمة الإدارية الجديدة شهدت حدث عالمي فعليا. الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر افتتاح النسخة ال25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية، واللي اتعملت في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية. البطولة هتستمر من 5 ل 8 مايو وسط حضور دولي كبير، بس اللي لفت نظرنا بقى بجد مش بس حجم الحدث، إنما طريقة تنظيمه وروح مصر اللي كانت واضحة في كل تفاصيله. العرض بدأ بتقنية الهولوجرام بيحكي تاريخ الفروسية، وبعدين فيلم تسجيلي بعنوان نظير سهيل من قلب التاريخ، واللي فكرنا فعلا احنا كنا فين وبقينا فين. كأن الدولة بتقول لكل مصري افتكر انت ابن مين وبلدك كانت ايه وبترجع تبقى ايه. واللي أبهر أكتر هو اهتمام الدولة مش بس بالرياضة، لكن بإحياء الهوية المصرية اللي كانت غايبة لسنين طويلة. الهوية اللي فيها الفروسية والنخوة والذوق والجدعنة رجعت تتقدم قدام العالم من أوسع أبوابه. كمان نادي كيان سيتي تسجل كمركز تدريب دولي، والرئيس السيسي اتكرم بوسام الاستحقاق من المجلس الدولي للرياضة العسكرية. الرسالة هنا أكبر من بطولة، دي رسالة إن مصر بترجع تبني شخصيتها وهويتها وتاريخها من جديد، مش بس للداخل لا، لكن قدام العالم كله. وبكده بترجع ريادة مصر مش بس في التنظيم، لكن في القوة الناعمة والهوية والانتماء. افتخر ان انت مصري، افتخر بهويتك المصرية. تحيا مصر يا صديقي العزيز، تحيا مصر العظمى دائما وابدا، شعب وارض وجيش.